ميزانية النهاردة 800 جنيه للشهر. متابعة حبيبتي طالباها، معلش اتأخرت عنك بس عقبال بس ما ظبطتهالك. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا ست الكل نشوف ميزانيتنا النهاردة شاملة ايه. 800 جنيه الشهر كله، بس هنطلع منها ايه؟ اول حاجه يا بنات قبل ما اقول لكم الميزانيه شامله ايه او هنقسمها ازاي، فاحنا بنطلع الصدقه الاول. اول ما بتمسكي المبلغ في ايديكي فبتطلعي الصدقه. الميزانيه بتاعتك فلوسها قليله، فلوسها كتير، فلوسها بصي يعني لو فلوسها قليله ربنا بيزيدك من عنده كده. اول ما تطلعي الصدقه اي مبلغ تطلعيه. المتابعه حبيبتي طالبه فيها ايه بقى الميزانيه؟ طالبه فيها خضار، طالبه فيها منظفات، كمان بكون وفطار وعشاء. هي طالبه فطار، انا كمان عملت لها فطار وعشاء. هنقسم ازاي ال 800 جنيه؟ بحيث ان هم هنقسم كل الاقسام بتاعتنا او البنود، وميزانيتنا كمان تبقى كلها خير وبركه. اول حاجه يا بنات بعد ما قلنا خلاص الصدقه، تعالوا بقى نروح لبند الخضار ونشوف بند الخضار هنقسمه قد ايه وهنطلع له مبلغ قد ايه. بند الخضار بتاعنا هنعمل له 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه في الشهر لو قسمتيهم اسابيع يبقى 50 جنيه كل اسبوع. اطلع كده 50 جنيه في ايدي كل اسبوع، ابتدي انزل السوق بتاعي، ابتدي اشوف خضاري اللي انا عايزه اجيبه، اكتب المنيو بتاع الاسبوع بتاعي. هطبخ كام يوم في الاسبوع، هعمل مكرونه كام يوم، هحتاج طماطم قد ايه، هحتاج بطاطس قد ايه، هحتاج فلفل ولا لا، هحتاج بتنجان ولا لا. ممكن اسبوع يمر عليكي ما تحتاجيش فيه الحاجات دي، بس الاساسيات اللي انت بتحتاجيها على طول هي بطاطس، طماطم، بصل. احتياجاتك دي او اساسيات بيتك، باقي الحاجات هي كماليات. فانت بقى بتشوفي انت عايزه تجيبي ايه. اجيب ملوخيه مثلا، اعمل ربطه ملوخيه ما يبقى يوم مثلا. اجيب نص كيلو بسله على جزرتين، اعمل احلى بسله باللحمه المفرومه. في حاجات كتير قوي يا بنات. المهم بند الخضار عملنا له 200 جنيه بحيث ان كل اسبوع 50 جنيه. نروح على البند اللي بعد كده، هو بند المنظفات. نشوف بقى هنجيب المنظفات بتاعتنا بكام وقد ايه وهتكفينا قد ايه. طبعا يا بنات زي ما بنقول المنظفات السايبه بتعمل وفر جامد قوي يا بنات. مش تروحي كده عارفه لو رحتي كده جبتي من كل الحاجه الماركات هتصرفي فلوس قد كده. فيلا بينا نشوف بند المنظفات احتاجنا له ايه. هجيب 2 كيلو اكتف اوتوماتيك. كيلو الاكتف عامل 22 جنيه، يبقى 2 كيلو هيعملوا معايا 44 جنيه. الاكتف كان الكيلو ب20 فزاد 2 جنيه بقى الكيلو ب22 جنيه. برضو حلو بالنسبة للمساحيق الغالية التانية اللي هي اريال وبرسيل واوكسي والحاجات دي. فاكتف هو حلو قوي يا بنات وانا مجرباه. يبقى هنجيب 2 كيلو اكتف ب 44 جنيه. هجيب 4 صابونة ب20 جنيه. هجيب 4 كيلو صابون سايل ب20 جنيه. انا جايبه كمان الكيلو صابون السايل ب4 جنيه يا بنات مش ب5، بس عملتلك كده عشان المناطق بتاعتكم. هجيب ب5 جنيه فينيك. روحي قولي له كده عايزه ب5 جنيه فينيك، خليه يوزنك ب5 جنيه فينيك. هجيب دوني، كيلو دوني ب6 جنيه. هجيب كمان كيلو كلور ب2 جنيه. هجيب ب3 جنيه سلك. هجيب اسبونجة ب5 جنيه. بند المنظفات عمل معانا كام يا دودو؟ عمل معانا 105. بيتك مليان خير وبركة طول الشهر. عايزة تقسمي الاكتف اللي انت بحيث ان انت كل اسبوع تستهلكي نص كيلو بس، اعملي كده. هتعرفي تظبطي ميزانيتك وهتخلي مثلا ال2 كيلو على بعض وتاخدي منهم براحتك خالص. المهم ان انا عملتلك لبند المنظفات 105. يلا بينا نروح على البند اللي بعد كده وهو بند البقوليات اللي انت قلتي لي عليه. بند البقوليات بقى يعني انا مش عارفه انت عندك تموين ولا لا. انت قلتي لي يعني انا سالتك مرتين فانت ما قلتيش. لو انت عندك تموين فخير وبركه، ما عندكيش تموين انا عملت لك لبند البقول 300 جنيه. حاولي بقى على قد ما تقدري تظبطي ال 300 جنيه بحيث ان انت تقسميهم اسابيع، كل اسبوع 75 جنيه. تمام على كده؟ تمام. هبتدي برضو اقسم اشوف انا عايزه في الاسبوع قد ايه مكرونه، عايزه في الاسبوع قد ايه رز،
عندي سكر من التموين مثلا، عندي زيت، عندي سمنه، فهبتدي برضو اقسم انا عايزه ايه. هجيب مثلا عدس اصفر ربع كيلو، هجيب لوبيا ربع كيلو، عدس بجبه ربع كيلو. الحاجات دي بتدي هاتي يا دوبك على القد، ما تجيبيش حاجات ما تحتاجيهاش، يعني هاتي الحاجه اللي انت محتاجاها بس. زي ما قلت لك اكتبي المنيو بتاعك وشوفي انت هتعملي اكل ايه كل يوم، بناء عليه هتجيبي الحاجات بتاعتك، اذا كان خضار او بقوليات. انا عملت لك لبند البقول هما 300 جنيه. تمام على كده. والست الشاطره هي اللي تعرف تقسم ميزانيه بيتها، هي اللي تعرف تظبطها، هي اللي تعرف هنعمل قد ايه النهارده الكميه، هي اللي تعمل الاكل ما يترميش. كل واحده عارفه يعني اكل بيتها قد ايه، ما اعملش اكتر منه عشان ما ارميش. يلا بينا بقى نروح لبند الفطار والعشاء. عملنا له قد ايه؟ بند الفطار والعشاء عملت له 195 جنيه، باقي ال 800 جنيه يا بنات. جبت ايه؟ جبت 3 علبه جبنه صغيره ب 45 جنيه، الواحده ب 15 جنيه. بنعمل جبنه بالطماطم يا بنات، ما بناكلش مثلا الجبنه بس كده ضعف. السندوتشات بتعمل وفر جامد قوي يا بنات معانا. هجيب كمان ب50 جنيه بيض، ايا كان البيض عندك بكام، فانا عاملالك ب50 جنيه بيض. تعملي بقى شكشوكه، تعملي قرص بيض كده بمعلقتين دقيق، بصي هتظبطي، هتعملي عجه. يعني ما تستهلكيش البيض على العمال وعلى بطال، لا. ابتدي اقسم الميزانيه عشان اعرف امشي دنيتي، نعرف نزق الدنيا شويه يا بنات. ها، هجيب كمان نص كيلو فول مدشوش ب15 جنيه، هنعمل احلى طعميه، نعمل العجينه بتاعتها القمر بتاعتنا احلى من بره بكتير، ونقسمها في اكياس ونخليها في الفريزر، نطلع على قد الفطار بتاعنا او العشاء بتاعنا. هجيب نص كيلو فول تدميس ب15 جنيه برضو، هعمل احلى فول في البيت. هدمس الفول وابتدي احط الاكياس برضو في الفريزر، اخد منها كده كيس كيس، بس كل مره ابتدي انوع في نوع الفول، مره اعمله بالطماطم، مره اعمله بالطحينه، مره اعمل فول كده في سندوتشات عليها سلطه. بصي ظبطي كل يوم اعملي حاجه غير التانيه. هنجيب كمان 3 كيلو لبن ب60 جنيه. هجيب كمان ب10 جنيه جبنة قديمة، نقطع عليها بقى خيار، نقطع عليها طماطم، نعمل أحلى طبق جبنة قديمة. بصي بيبقى تحفة، اللهم بارك. لما بتزوديه الكمية بتاعتك بتزيد، بتبقى حلوة قوي. كمان بنساعد في بند الفطار والعشاء بالبطاطس المسلوقة. هاتي بطاطس واسلقيها، ابتدي اعمليها في البيت، حلوة قوي يا بنات. مش عايزة، في ناس كتير مثلا ايه، لو ما في ناس ما بتستهلكش الجبنة اللي هي البيضة العادية قوي، بيحبوا الجبنه القريش احسن. فالجبنه القريش اوفر واحلى، لو انت ممكن تستغني عن دي وتجيبي دي فهو احسن واوفر. فبند الفطار والعشاء عمل معايا 195 جنيه كده يا بنات، يبقى ميزانيه 800 جنيه للشهر، شامله كل حاجه، بيتك مليان خير وبركه. يا رب الميزانيه تكون عجبت المتابعه حبيبتي، ولو اي حد عايز ميزانيه هظبطها معاكم ان شاء الله، وكله بايد ربنا والله بتمشي الدنيا، بتمشي قولي الحمد لله، والبيت بيبقى عمران على طول. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله، وباي باي.